السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: توقيف رعية مغربية بتهمة عرض لايفات تسيء للجزائر. تمكنت الفرقة الإقليمية للأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالشراقة من توقيف رعية مغربية تدعى بفاطمة، ناشطة على تطبيق التيك توك صاحبة حساب باسم الصوت الحر، بعد شبهات باستعمال حسابها لإجراء لايفات تسيء للجزائر والجزائريين لصالح الرعية المغربية الموجودة رهن الحبس المؤقت بالقليعة. مثلت اليوم أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة عرض على أنظار الجمهور منشورات هدفها المساس بالمصلحة الوطنية. التحقيق في قضية الحال انطلق بناء لمعلومات وردت مصالح الدرك الوطني بخصوص لايفات لرعية مغربية تنتقل بين الجزائر والمغرب صاحبة حساب الصوت الحر، اشتبه في أن تكون تعمل لصالح المخزن، وتعمل على نشر مناشير تمس بالمصلحة الوطنية لصالح المخزن، خاصة بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لايف بينها وبين ناشطة جزائرية توجه لها اتهامات بتواصلها مع شخص مشبوه يكن الكراهية للجزائر من خلال خطاباته المسيئة للجزائر. وعليه وبعد عملية تحري عميقة تم توقيف الرعية المغربية التي كانت في زيارة إلى الجزائر، والتي تبين تنقلها بين برج مناير عين البنيان وزيارتها لولاية وهران قبل عودتها للجزائر العاصمة وإجرائها لعدة لقاءات مع ناشطين منهم جزائريين، هذه الأخيرة وخلال استجوابها في جلسة المحاكمة أكدت أنها كانت متزوجة من مواطن جزائري لمدة 30 سنة، أقامت لمدة 10 سنوات في الجزائر قبل أن تغادرها بعد وفاة زوجها، وظلت تنتقل بين الجزائر والمغرب لطلب تجديد إقامتها، وأن سنوات إقامتها بالجزائر جعلها تكن كل الاحترام والتقدير للجزائر والجزائريين، وأنه لم يسبق لها أن أساءت للجزائر وشعبها، وأنها تملك حسابا واحدا على التيك توك تستعمله في اللايفات مسمى الصوت الحر، وأنها لم يسبق لها أن أساءت فيه للجزائر وسعت لتقريب وتحسين العلاقة بين الجزائر والمغرب، ناكرة بشكل قاطع ما وجه. المحكمة استمعت لشهادة مواطنة تدعى بنصيرة التي أكدت أنه تجمعها علاقة صداقة بالرعية المغربية محل المتابعة، بحكم أنها كانت تعرف زوجها سابقا قبل وفاته والذي كان موظفا بشركة وطنية، وأنها ساعدتها لتسوية وضعية حصولها على المنحة التقاعدية، وأكدت أنها لا تتابع لايفاتها على التيك توك ولا تعلم به، كما أنها لم تتلقى منها ولم تسمع منها أي إساءة للجزائر، وأنها لا يمكن أن تسمح بذلك ولا يمكن أن تستقبلها بمنزلها لو صدر ذلك. من جهته أكد الشاهد الثاني المدعو بناشط على التيك توك أنه سبق أن دخل في لايفات مع الرعية المغربية المتابعة في ملف الحال، وأنه غالبا ما يدخلون في نقاشات حول خلافات الجزائر المغربية لكن في شقها الثقافي فقط، وأنه لم يسبق أن تناقش في أمور سياسية، وأكد أنه التقى هذه الأخيرة خلال تواجده بوهران ومرة ثانية بالعاصمة، وأكد أنه لم يشاهد منها أي شبهة لاستغلال تواجدها داخل التراب الوطني للإساءة للجزائر بأي شكل من الأشكال. وما كان دفاع الرعية المغربية أكد في مرافعته أن التحقيقات القضائية انطلقت بعد شكوك في وجود إساءة من هذه الأخيرة للجزائر بعد اتهامات تلقتها من ناشطة جزائرية أخرى، وتم تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التحريات لم تتوصل إلى أي تجاوزات أو شبهة، وأكد أن مصالح الأمن تطرقت لذلك في تقريرها الذي أنجزته بناء
على عملية مراقبة تقنية لكل المحادثات الإلكترونية واللايفات التي يخص حسابها الذي يضم 4500 متابع، وأكد أنه حسابها الوحيد. كما تطرق لوجود رسالة وجهتها موكلته لحساب آخر يحمل اسم الصوت الحر 3 تلومه على استعمال نفس اسم حسابها، أن يكون ذلك الحساب هو نفس الحساب الذي يتطاول على الجزائر، وطالب الدفاع بتطبيق القانون في. وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 2 عام حبسا نافذة مع 100,000 دينار جزائري غرامة مالية